القانون الثالث: بوابات الإنسان وجذور الخلل. تعالوا نتصور إن الإنسان زي البيت وليه بوابات بيدخل منها كل حاجة: الناس، المشاعر، الأفكار، وحتى الصدمات. البوابات دي هي حواسنا وتجاربنا وعلاقاتنا، وكل بوابة فيها احتمال تدخل منها حاجة كويسة أو ضرر. جذور الخلل اللي بنعيشها في حياتنا، سواء قلق، توتر، شعور بالنقص، كتير منها بيبدأ ببواباتنا المفتوحة من غير وعي. مثلا كلمة جارحة سمعناها واحنا صغيرين ممكن تكون لسه سايبة أثرها لحد النهاردة، أو علاقة سامة دخلت من بوابة الثقة وخلت عندنا خوف من القرب من الناس. الدكتور يوسف بيقول إن التحرر بيبدأ من إننا ننتبه لبوابتنا، إيه اللي بندخله وإزاي بنسمح لحاجة تكمل جوانا وتأثر علينا. الوعي هنا هو المفتاح. فكر كده، هل كل اللي بتسمعه وتصدقه عن نفسك فعلا جاي من داخلك، ولا هو بس دخل من بوابة وسايب أثر؟